أهلا يا أصحابي، ودلوقتي معادنا مع حكاية جديدة من حكايات نونو. حكاية النهاردة عن هنا وسيف اللي خدوا الأجازة، وفي يوم من الأيام قررت هنا إنها هتروح تقضي اليوم عند جدتها في البيت القديم اللي في آخر الشارع. البيت كان كبير قوي وفيه أوض كتير مقفلة وحاجات قديمة متغطية بالتراب. هنا فضولية بتحب تدور وسط الحاجات الغريبة، ولما طلعت السطح لقت أوضة مقفولة. نادت على ابن خالها سيف وقالت له يا سيف يا سيف تعالى معايا عشان أنا لقيت حاجة غريبة، تعالى نفتحها سوا. لقوا صندوق خشب كبير عليه تراب كتير قوي، بس كمان عليه رسومات غريبة محفورة شكلها مش مفهوم. نفضوا التراب وفتحوه، لقوا جواه لعبة خشبية على شكل متاهة، وجواها كرة ذهبي صغيرة بتلمع. أول ما سيف لمس اللعبة الرسومات بدأت تتحرك، والكرة الذهبية بدأت تلف لوحدها، والأرض اتهزت وطلع نور جامد لف حواليهم زي البرق. وهوب لقوا نفسهم واقفين في غابة غريبة، الشجر بيلمع والريح بتغني والدنيا كلها ألوان، وسمعوا صوت من بعيد بيقول اللعبة بدأت، وكل لغز هتحلوه هيقربكم من باب الخروج، بس خلوا بالكم مش كل المخلوقات بتحب الزوار. سيف وهنا بصوا لبعض واستغربوا وقالوا يلا نكمل ونشوف اللعبة دي بتقول ايه. الكرة الذهبية اللي جوه اللعبة كانت لسه بتتحرك، وسيف وهنا فضلوا ماشيين وراها جوه الغابة لحد ما وصلوا لشجرة كبيرة فيها باب صغير ومن حواليه نور غريب بيلمع. بس قبل ما يقربوا من الباب ظهر قدامهم مخلوق غريب قوي، شكله عامل زي الضفدع بس عنده ديل زي السنجاب وعينه كبيرة وبيضحك ضحكة غريبة قوي. المخلوق الغريب ده قال لهم أنا زئرت، أنا حارس باب الغابة، ولو عايزين تكملوا لازم تحلوا اللغز. وسألهم قال لهم أنا ليا قلب بس مش بنبض، وبعيش في الضلمة، بس لو خرجت للنور أختفي. هنا وسيف بصوا لبعض شوية وفكروا، وبعدين قالوا الشمعة هي اللي ليها قلب وبتعيش في الضلمة، ولو طلعت للنور بتطفي. زئرد سكت شوية وبعدين ضحك وقال لهم إجابة صحيحة. وفجأة الباب اتفتح ووراه سلم نازل لتحت منور بنور أزرق سحري. زئرد قال لهم المرحلة الجاية مش سهلة، خلوا بالكم انتوا هتقابلوا مخلوق ما بيحبش الزوار. وسيف قال يلا يا هنا نكمل المغامرة، ونزلوا هما الاتنين. بعد ما نزلوا على السلم وصلوا لمكان مدهش جدا، كهف كله كريستال بيلمع بألوان زرقاء وبنفسجي وشكله جميل قوي. النور حواليهم كان عامل زي النجوم، بس في صوت غريب بيتكرر عامل زي نفس تقيل، كأن في مخلوق كبير جوه الكهف. هنا قالت أنا حاسة إن في حد بيراقبنا يا سيف. وسيف رد عليها وقال لها الكرة الذهبية وقفت، شكلها مستنية حاجة أو في حاجة هتحصل. وفجأة نور خرج من الكورة ونقط ذهب صغننة بدأت تطلع في الهواء لحد ما عملت شكل باب شفاف، بس قبل ما يلمسوه خرج مخلوق ضخم من بين الكريستال، كان شكله زي التنين شفاف وجناحاته فيها شرايط من نور. قال لهم عشان تفتحوا الباب لازم تجاوبوا على سؤال الحكمة. وقال اللغز بتاعه في حاجة كل ما بتاخد منها بتكبر وكل ما بتديها بتصغر، حد يعرف هي ايه؟ سيف فكر وقال الحفرة، كل ما نشيل منها تراب بتكبر. المخلوق ابتسم وهز راسه، وفجأة الباب البلوري اتفتح وقال انتوا مش بس بتلعبوا، انتوا كمان بتكتشفوا سر اللعبة. هنا قالت له يعني ايه، هو لسه في حاجة اكبر؟ بس المخلوق اختفى والنور نادى عليهم عشان يكملوا اللعبة. النور خدهم لمكان فوق السحاب على قمة جبل الرياح، السحاب تحتهم والهواء بيصفر والدنيا بتلمع، وكان قدامهم يافطة كبيرة مكتوب عليها اللي يوصل لقمة الجبل هتختاروا الريشة الذهبية. هنا شافت ريشة ذهبية بتطير في الهواء وكانت بتنور وبتلف حوالين صخرة عالية، بس الطريق ليها كان صعب، جسر كله حجارة بيتحرك في الهواء. هنا كانت خايفة، بس سيف مسك ايديها وقالها ما تخافيش يا هنا، احنا هنعدي سوا. مشوا بحذر خطوة خطوة والهواء
قعد يهز الجسر، بس قدروا ان هم الحمد لله يوصلوا للنهاية. وهوب الريشة نزلت قدامهم وبدأت تلف حواليهم، لفت ولفت ولفت أسرع وأسرع، والدنيا بدأت تدور وهم بقوا مش شايفين أي حاجة غير دوامة بتلف حواليهم. وفجأة كل حاجة اختفت، وفتحوا عينيهم لقوا نفسهم قاعدين في أوضة السطح تاني، وقدامهم نفس اللعبة الخشبية كأنهم أصلا ما تحركوش. بس المرة دي لقوا الكرة الذهبية كانت واقفة خالص، وفي النص في ريشة ذهبية صغيرة بتنور. هنا قالت هو ده كان حقيقي؟ وسيف استغرب وقال ولا كان حلم؟ بس اللعبة فضلت ساكتة كأنها كانت بتضحك عليهم، والريشة كانت بتلمع كأنها بتقول تفتكروا اللعبة خلصت ولا لسه؟ ها ايه رأيكم بقى في الحدوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا ومغامراتنا. باي باي يا أصحابي.